السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالى اقول لك على طريقه بسيطه جدا تحافظ بيها على الفتيس بتاع العربيه بتاعتك او الجير الخاص بالسياره بتاعتك. طيب لما اجي اقف العربيه بتاعتي على وضع الباركنج او هركن العربيه، انا بجيب العربيه على الان وبعد كده اشد فرامل اليد واتاكد ان هي وقفت تماما. بعد كده اجيب عصايه الفتيس او الجير على البي. بمعنى اوضح، لو جبت العربيه الاول على وضع البي، وضع البي دوت بيبقى ما بين مسننين او ترسين، اللي بيبقى عباره عن لوك او سن ما بين مسننين. تمام. لما يبدا يتارجح ويتحرك ما بينهم والعربيه لسه ما وقفتش، بيبدا يعمل تاكل. التاكل ده بيعمل رايش، بيكون رايش في الفتيس ويبدا يلف في الزيت مع زيت الفتيس، وبالتالي بيأثر على عمر الفتيس. ومع مرور الوقت يبدا المسنن الخاص بالبي يبدا يتاكل وممكن كمان يتكسر، وبالتالي مش هيوقف العربيه، يبقى وضع البي زي وضع الان مش هيوقف العربيه معاك. طب ايه الصح؟ ان انا اوقف العربيه بتاعتي على النيوترال، اتاكد ان هي وقفت، شد فرامل اليد، بعد كده اجيب في الاخر خالص على وضع البي وبس كده. سلام.